بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سورة النصر وهي مدنية. يجي سورة مدينة سر كوردو سورة وجوست تمد بالج، وتسمى أيضا كما ذكره إمام القرطبي سورة التوديع. يمسنا بچا سورة بلوم يطراتن ሶስት አንቀጾችን 79 ፊደላቶችንና 19 ከሊማዎችን አቅፋ ያዘች ሱራ ናት። قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله يا الله ارداتا يا الله دل بمتا جزي والفتح عندهم يا مكة مكفت ورأيت الناس يدخلون سوتشنم بتملكتك جزي يدخلون في دين الله أفواجا. ودى الله سبحانه وتعالى هيمانوت ودى الله دين ببودن يونو سيقبو ست ملكت فسبح بحمد ربك ጌታን ከማመስገን ጋር አጥራው واستغفره ምህረትንም ጠይቀው إنه كان توابا الله سبحانه وتعالى توبة ጸጸትን ተቀባይ ነውና። قال الإمام السعدي رحمه الله في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند حصولها وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. بزيج بتكبرت سورة وسط بشارة بالصراط وأمر عندهم تئزاز لرسوله لملك تنيو عليه الصلاة والسلام عند حصولها بمتكست بمتهون جزي يا بشارة بمفتصم جزي تزاز ما بروال وإشارة مملكة شمال وتنبيه على ما يترتب على ذلك. ين تكتل بميمة أقول دايلايم إشارة تنبيها. فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. بالسرات من دنو كتبالا هي البشارة بنصر الله لرسوله. الله سبحانه وتعالى لرسول عليه الصلاة والسلام دلن اندمي ستاتشو بكهديان لاي يا بس ربتنا. الله سبحانه وتعالى دلن ودراسو يستقوم للزانو. إذا جاء نصر الله أضاف النصر إلى نفسه ودراسنا الله سبحانه وتعالى يستقوا لأن النصر إلا من عنده سبحانه وتعالى. كالله سبحانه وتعالى انجي دل ميبان نقل لنا رايشد. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. دل نور ميشلوك الله سبحانه وتعالى بتشام. كذا من قدوش من ماينت لمسلموش دل ينوراتشوم يبلا ينت ينوراتشوم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. الله سبحانه وتعالى يبلا ينت درداتون كستاتشو دلن كستاتشو لن أنت عشنا في الله شهم منا
ማንም እናንተን ሊረታ የበላይ ሊሆንባችሁ አይችልም። አላህ ደግሞ ከተዋችሁ ነፍሶቻችሁ በመታመጣው ጥፋት ድልን ቢነሳችሁ ማን ነው ከሱ በኋላ እርዳታን ድልን የሚሰጣችሁ ይላል። እርዳታ የበላይነት የሚገኘው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አማኞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዛቸውን ከተገበሩ የከለከላቸውን ከራቁ الله سبحانه وتعالى قال ገብቷል وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله سبحانه وتعالى قالوا نغرونا የበላይነት እንደሚሰጥ ለነዛ ላመኑትና ደግን ስራ ለሰሩ الإيمان والعمل الصالح ማመንና መልካም ስራ መስራት አላህ ባዘዘው ነገር ላይ መቆም የነስር ትልቁ ሚስጥር ነው። ለዚህም ነው ረሱሉና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የረዳቸው። ስለዚህ ትልቅ ቢሻራ ነው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም هي البشارة بنصر الله لرسوله وفتحه مكة مكانم በካዲያን ላይ በነዛ በሙሽሪኮች ላይ የበላይ ሆነው እንደሚከፍቱ መካን እንደሚቆጣጠሩ ودخول الناس في دين الله أفواجا ሰዎችም ወደ አላህ ዲን በቡድን እየሆኑ እንደሚመጡ ወደ እስልምና እንደሚገቡ ምክንያቱም ቀደም ሲል ያደርጉት የነበረው በተናጠል ነው በድብቅ ነው አንድም አካል በይፋ መጥቶ እስልምና የሚቀበል አልነበረም በል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመጀመሪያው የዳዕዋቸው ወቅት ጊዜ ሰዎችን አምነናል ብለው በሚመጡ ሰዓት ይህንን እምነታቸውን ደብቀው ሀገራቸው ላይ እንዲኖሩ የበላይነትን ማግኘቱ ይህ ዲን እንደማይቀር ስለሚያውቁም የበላይ የሆነን ጊዜ ስትሰሙ ኑ እያሉ ይመልሷቸው ነው ይሄ ዛን ወቅት ነው ከዚህ በኋላ ግን እሳቸውም የሚወዷትን ሀገር መካን ጥለው ከወጡ በኋላ ብዙ አማኞች በተወለዱበት በሀገራቸው በንብረታቸው ምንም አይነት መብት ሳይኖራቸው ተሰቃይተው ተሰደዋል ከዚህ ሁሉ ስቃይና መከራ በኋላ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነስር እንደሚሰጥ ቃል ገብቶላቸው ሰዎች በቡድን እየሆኑ ከተለያዩ ሀገራቶች ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይመጡ ነበር እየተማሩም እየሄዱ ሀገራቸውን ይለውጡ ነበር ይሄ ትልቅ የሆነ ቢሻራ ነው بحيث يكون كثير منه من أهله وأنصاره يهديل የሰዎች ወደ እስልምና መጉረፍ በጣም በብዙ የሚቆጠሩ ሰዎች ይህንን በመቀላቀላቸው بحيث يكون كثير منه من أهله أي من أهل الإسلام يسلمنا سووش يهونال وأنصاري يسلمنا رداتوش يهونال بعد أن كانوا من أعدائه يسلمنا طلات كهونو بوالا يسلمنا لما طفات بأوكاتاتشو بغنزباتشو بقلباتاتشو تقل سياغ من برهلو الله سبحانه وتعالى توبة ستواتشو يسلمنا سرقبتو باقلباتشو كهدتنا كهديان لما طفطرت يا رجال وقد وقع هذا المبشر به يتنقروا بالسرات تكستوان هونوان كذب بشارة بها لم يمتع أمرنا قال وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح فأمر الله رسوله أن يشكر ربه على ذلك تزازو كذب بشارة كذب دل مكان ككفتوا بهلا الله سبحانه وتعالى رسولنا عليه الصلاة والسلام أزواجون يتاتشون الله سبحانه وتعالى يهنندل يستاتشون الله انديا مسكون ويسبح بحمده السنية طرون انديا مسكون ويستغفره
ምህረትንም እንዲጠይቁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘዛቸው። إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ይሄ የሚያዩት ነገር ነው። ድልን መካን ከፍተ የገባ ጊዜ النصر عام ነው፣ ጥቅል ነው። ፈትሑ መካ ከነዚህ ድሎችና ከነዚህ የበላይነቶች አንዱ ነው። ወይላ በዛ አይገደምም የሙስሊሞች የበላይነት የሙስሊሞች ድል። ስለዚህ ከዚህ እይታህ በኋላ የሚቀጥለው ምንድነው? አላህን አጥራው፣ አላህን አመስግነው፣ ምህረትን ጠይቅ። فسبح بحمد ربك واستغفر. واما الاشاره يا امي املاكتاچو ማመላከቻ ምንድነው? فإن في ذلك إشارتين ሁለት ማመላከቻዎች አሉ። አንደኛው إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين ለዚህ ዲን አላህ ከሃይማኖቶች ሁሉ የበላይና ምርጥ ላደረገው ለዚህ ዲን ድሉና የበላይነቱ እንዲቀጥል ምልከታ ማመላከቻ ተሰጥቷል። ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله صلى الله عليه وسلم. ይሄ እንደ ምስጋና ነው። ድልን ስታይ ሰዎች ወደ እስልምና ሲገርፉ ስትመለከት ጌታህን አጥራ፣ ጌታህን አመስግን፣ ለወንጀልህ ምህረትን ጠይቅ። ይህን ከዚህም በኋላ ያሉ አካሎች በሰሩት ቁጥር ድል ለዚህ ዲን ዘላቂ ይሆንለታል፣ ይቀጥልለታል። فإن في ذلك إشارتين إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين استمرار እንዲኖረው ቀጣይነት እንዲኖረው ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسول እንደውም ይጨምራል አላህን ማጥራት ሲገኝ አላህን ማመስገን ሲገኝ ምህረትን መጠየቅ ሲገኝ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም فإن هذا من الشكر ይህ ከምስጋና ውስጥ ነው የሚከተተው አላህን እንደማመስገን ነው። ሙስሊሞች የበታችነት የሚመጣባቸው መቼ ነው? ይህንን ነገር ትተው ድል የምናገኘው በእውቀታችን ነው። ከሃዲያኖች የደረሱበት ቴክኖሎጂ ጋር ስንደርስ ነው። እነሱ ጋር ያለው ቁዋ እኛ ጋርም ሲኖር ነው የሚለው ቁወቱን ማድያ ቁሳዊ የሆነ ኃይልን በመመልከት ብቻ የሆነ ሰዓት የበታችነታቸው ይረጋገጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ይህንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተግባርም አሳይቷል። አላህ የሁነይን ዘመቻ ጊዜ ሰሃቦች ቁጥራቸው በጣም በዝቶ ነበር። መጀመሪያ እንደነበረው የቁጥር አናሳነት አልነበር። ብዙ ሰዎች ወደ እስልምና ጎርፈው በሰው ኃይል እስልምና ጠንከር ብሎ ነበር። የዚህ ሰዓት ከብዛትማ ልንሸነፍ አንችልም የሚል ውስጣቸው ስሜት ተገኘ። አላህ ምን አለ? ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في بداية المعركة جماريو لاي ይሄ ስሜት ነበርና አላህ ቁጥራችሁ አስገረማችኋል። በጣም ብዛት ሲያዩ አሁንማ ሽንፈት የሚባል ነገር አይታሰብም የሚል ስሜት ነው። نعم ሰበብ ነው። ላኪን ሰበብን መያዝ ብቻ አንድን ነገር አያሳካም በጭራሽ። በአላህ ላይ መመካት፣ የሱን እገዛ መጠየቅ፣ በሱ ላይ መደገፍ ከሌለ አንድን ነገር ሰበቡን ብቻ ይዞ በዛ ነገር መንጠልጠል ለውርደት የመጀመሪያው መንስኤ ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስተማራቸው። إذ أعجبتكم كثرتكم ቁጥራችሁ ባስገረማችሁ ጊዜ መታ يوم حنين فضاقت عليكم الأرض ምድር ጠበበችባችኋል بما رحبت ሰፊ ከመሆኗ ጋር ተጣበበችባችሁ መሄጃ አጡ ثم وليتم مدبرين ጀርባችሁን ሰጣችሁ ሸሻችኋል አልቻሉም ከሃዲያኖች የበላይ ሆኑባቸው ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها
አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ትምህርት ይህንን ደርስ ከሰጣቸው በኋላ النصر ድል የበላይነት በሱ እንጂ ሰበቦችን በመያዝ ብቻ እንዳልሆነ እንዲገነዘቡ ካደረገ በኋላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰኪናውን አወረደላቸው አረጋጋቸው ሰብሰብ ባሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከዛም በኋላ በካዲያን ላይ በላይ አደረጋቸው ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው ከኋላም ለሚመጣው ትውልድ ዛሬም ሙስሊሙ የበላይነትን አገኛለሁ ብሎ የሚያስበው ካዲያኖች በሄዱበት መንገድ እነሱን ተከትሎ በሆነ ሰዓት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህ የሚታየውን ነገር አመጣ ወይላ አላህ ሱብሓነሁ ቃል ገብቷል ወለን የጀዐለ አላሁ ሊልካፊሪነ ዐለል ሙእሚኒነ ሰቢል በጭራሽ መንገድን አይሰጣቸውም በካዲያን በሙስሊሞች ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሐቅ ነው የሚናገረው ቃሉም ሐቅ ነው ስለዚህ ሙኻለፋው በዛ ቁጥር በሙስሊሞች መሃል ትክክለኛውን የቁርአንና የሐዲስ አመለካከት ይዞ መሄድ ሳይሆን ልብ ወለድን ረሱሉም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳሉት ለተተቢዐነ ሰነነ መን ካነ ቀብለኩም ዳውት ከእናንተ በፊት የነበሩት የአህለል ኪታቦችን መንገድ ትከተላላችሁ እንዳሉት ሙስሊሞች ያንን ባደረጉ ሰዓት ድሉም የለም እየተበታተኑ መጡ ስለዚህ ያ ነገር በተስተካከለ ጊዜ ድሉ እንደሚመለስ ግልጽ ነው የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃል ነው ስለዚህ ይህ ነስር ሁሌ ቀጣይነት እንዲኖረው ሙስሊሞች የበላይ ሆነው እንዲዘልቁ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ዒባዳ ማሳመር ይገባቸዋል والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم كما سجناتችሁ ጨምርላችኋለሁ ብሏል وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة وقد وجد ذلك ነገር ተገኝቷል يعني برسول عليه الصلاة والسلام طريقة በተጓዙና በዛ ነገር ላይ ሙስተቂም በሆኑ ሰዓት ተከስቶ ታይቷል في زمن الخلفاء الراشدين ቅን በሆኑ የረሱል عليه الصلاة والسلام ምትኮች መሪነትም ዘመን ይህ ነስር ይህ የበላይነት ቀጥሏል ዑመር ኢብኑ الخطاب غرቦች ጋር እስኪደርስ ድረስ ማለት ፈትህ ያደረገ የበላይነቱ ማለት وبعدهم كذبوا هذا في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمرا يا الله سبحانه وتعالى دل زلاك كمون أي وقدم حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان اسلمنا يتنيوم هيمانوت يالدرس بوتا اسكي درس يتنيوم امنات يالدرس بوتا اسكي درس كلهم قار من هذا تدرس ودخل فيه ما لم يدخل في غيره بس من وسطم قبا بليلا وهمنة السيال قبا كلهم حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث بزي أمة برسول عليه الصلاة والسلام تكتايوش مهال أدادس كستاتوش اسكي كستو درس مخالفوش رسولنا عليه الصلاة والسلام من قد مكارا فابتلاهم الله بتفرق الكلمة يقالات شو من لا يتفتر مسلمو چرس بس مبتاتا جمعوا دخل الهوى ما هكلات شو سر زنبالي مكة المتى يقرآننا يا حديثنا استمرت صيحون يتلايو يفلسفنا كايدوش ودسلمنا بسلمنا سمقوات جمعوا مسلموች ከፊሉ ቀጥተኛውን መንገድ ይዞ ሲሄድ ሌላው መንገድን መቀየስ ጀመረ بسم الإسلام ማለት በእስልምና ስም وتشتت الأمر ጉዳዩ ምን አለ وتشتت الأمر ተበታተነ ጉዳያቸው የሚሰበስብ ነገር አልተገኘም فحصل ما حصل የተከሰተ አሁን እስካለንበት ዘመን ድረስ ማለት ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስጠንቅቋል በተቀንም ይሁን በተናጥል የረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መንገድ የሚቃረኑ ሰዎች አደጋ ላይ እንደሆኑ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يتنققوا النزاع የመልእክተኛውን መንገድ የሚቃረኑ መከራ እንዳትነካቸዋል
ወይም አሳማሚ ቅጣት እንዳይነካቸው إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين ነዛ መልእክተኛውን አላህንና መልእክተኛውን የሚቃረኑ አካሎች የበታችነት ውስጥ እንደሆኑ ነው አላህ የሚናገር። ይሄ በታችነት ሊነሳ የሚችለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳሉት حتى تراجعوا دينكم أو حتى ترجعوا إلى دينكم ወደ ሃይማኖታችሁ በትክክለኛው መንገድ እስክትመለሱ ድረስ ያ እስከሌለ ድረስ የበላይነቱም ወደ ሙስሊሞች ሊመጣ አይችልም ማለት። ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال كزيهم قار هونو لزي لرسول عليه الصلاة والسلام أمة وهذا الدين لزي هيمانوت لسمنا هيمانوت من رحمة الله ولطفه يا الله سبحانه وتعالى أزنته رهراهو ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال بأمرهم لا يول بحسب وسطم يما يدور يما يمتع بوزيونو إزنتوش بوزيونو يا الله سبحانه وتعالى لطفوش بزيون ما لا يتهيتوان. وأما الإشارة الثانية ولتنيا وملاكة فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا. إشارة ولتنيا وملاكة بزي سورة لا يلو يا رسول عليه الصلاة والسلام أدمي مقبادجاو مابكياو اند درسة الله سبحانه وتعالى يملاكتبت قد قرب ودنا تقربوا. ووجه ذلك يزيم دمو ملك من دنو أن عمره عمر فاضل أقسم الله به. يا رسول عليه الصلاة والسلام ادميتشو الله سبحانه وتعالى يمانبت الله سبحانه وتعالى تلك على الرجل. وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك. إذا دم يتوقنوا بديناتችን ውስጥ ደረጃቸው የላቁ ትልልቅ የሆኑ ነገራቶች መጨረሻቸው በእስትግፋር ይዘጋል፣ ምህረትን በመጠየቅ ይዘጋል። ሶላት ላይም ሐጅ ላይም ከዛም ውጭ ያሉ ዒባዳዎች فأمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى. عن إمام ملاكة ሁኔታ ነው ሼኹ እየተነተነ ያለ። እንዴት ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እድሜ ሊያመላክት ይችላል በሚለው መልኩ እያብራራ ነው። እሱ ምንድነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እድሜያቸው አላህ ዘንድ የተላቀ ነው፣ ከፍ ያለ ነው። በዲናችን ውስጥ ደግሞ ከፍ ያሉና የተወደዱ ነገራቶች ደረጃቸው የተላቁ ነገራቶች መጨረሻቸው በእስትግፋር እንዲጠናቀቅ ከተፈለገ ማብቂያው መሆኑን የሳቸው እድሜ ያመላክታል ነው ሼኹ የሚለው። وهكذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس يستلف عن حديث عمر بن الخطاب زمن لاي بس يا خليفانة زمن لاي ሙሃጅሮች ከፍ ከፍ በእድሜ ያሉ ሰዎች እንደ አማካሪነት ይሰበስባቸው ነበር ዑመር ብን ኸጣብ። ከነሱ ጋር ታዲያ ኢብኑ አባስን እድሜው በጣም ትንሽ ከመሆኑ ጋር አብሮ ያስገባው ነበር። ኢብኑ አባስ ምን ይላል? አንዳንድ እዛ ሹራ ላይ ከሚካፈሉ ሰዎች ውስጣቸው በኔ ጉዳይ ጥያቄን ይፈጥር ነበራል። لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثل عمر بن الخطاب ይህን ህፃን ልጅ ለምን ከኛ ጋር ያስገባዋል? የእሱ አምሳያ እኮ ልጆች እኛም አሉ፣ እሱም ያክል ያደረሱ ናቸው፣ ትልልቆች ናቸው፣ ለምን ይገባል የሚል ጥያቄ ፈጥሮባቸው ነው። ይህንንም ደግሞ ለዑመርም የጠየቁት ይመስላል። ኢብኑ አባስ ምን ይላል? አንድ ቀን አስገባኝና ጥያቄ ጠየቀ።
ماذا تقولون في قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخره من تلالاتشو سلجي سورة النصر طيقاتشو كلهم حساباتشون تناقروا يقولهم حساب خلاصاوهين أمر الله سبحانه وتعالى إذا نصرنا وفتح علينا أن نسبح بحمده ونستغفره الله سبحانه وتعالى دلني ستن جزي مكان كفة جزي السن عندنا مسجنوا السن مهرة عندنا طيقوا السنان بلو باجروا تناقر ابن عباس المجرش عليه من تلالهال ابن عباس نال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له ربه يهم ماله يا رسول عليه الصلاة والسلام ادمي انه ينقراتشو بزيه سورة لي الله سوقواتشوان الله سبحانه وتعالى دلننا مكان مكفتن يسطه جزي علامة أجلك يا ادمي مجرشا متناقك مونو ملكتنو إينو بلو تنتن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا زات عمر منالو أنيم أنت متلون انجي ليلا علاوكم يعني بوقت اندون الزابوت عليك النسو غار يسبسبو قلت أدرق الله شو للنزام سو بأدمين بتشام سايهون عند سو بلجنتهم بسل هونو بوقتهم يتلبس هنا درجة وكفي على توسكون درس ادميو ايوس سنو سلازي حديث من ملاكتن يه سورة يا رسول عليه الصلاة والسلام ادمين وزو علماء يه مجرشاو سورة كسورة كتكل سورة مجرشا برسول عليه الصلاة والسلام يوردو سورة النصر نويلم سلازي الله سبحانه وتعالى رسول عليه الصلاة والسلام أما ملاكتو اتشوال أهم بتكسنهم حديث ابن عباس اندابرارو إمام السعدي بزي بوتا لاي ووجه ذلك بلو بتنتهت ملكو يا رسول عليه الصلاة والسلام ادمين بزي أو قوتال إشارة إلى أن أجله قد انتهى فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ادمين أبقطوال تتناقوال لنا استعداد زقجة دينور مزدقاجة دينور للقاء ربه يتاول مجنايات ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه እድሜያቸውን የመጨረሻ ዘመናቸውን እንዲያጠናቅቁ በመልካም በተሻለ ነገር እሳቸው ጋር ባለው አላህ መላእክቷቸዋል فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن أي يمتثل ما أمر في القرآن بقرآن لا يتعززوتن يتقبروا هذا هو المعنى يتأول القرآن أي يمتثل ما أمره الله في القرآن الله بقرآن لا يعززاتشو أي فسبح بحمد ربك واستغفره عائشة رضي الله تعالى عنها عند الصلاة لفتشو الرسول عليه الصلاة والسلام بأدمياتشو مجرش علي ركوعنا سجوداتشو عليهن يابزو نبر سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه إذا قاقمت نبره يابزو تنبر بطا عائشة رضي الله تعالى عنها طيقكوني تلالج ይህን ነገር በጣም አብዝተው ያየው ነው እንዴት ነው ብላ ጠየቀቻቸው አላህ ምልክት ሰጥቶኛል ያንን ምልክት ባየው ጊዜ ይሄንን እላለሁ ያ ምልክት ምንድነው አላህ የሰጣቸው ዲን ያ ድሉ ሰዎች ጎርፈው ወደ እስልምና በቡድን እየሆኑ መግባታቸው መካን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድል አድርገው እንዲያሸንፉና እንዲገቡ ማድረጉ ይሄ ምልክት ነው الرسول عليه الصلاة والسلام دمو ينتزازي في السماء وهذا هو قوله فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته أي في ركوعه وسجوده يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي الله سبحانه وتعالى طرات يقباك مسقانام لونجلي مهرة لقسن يالو الله سبحانه وتعالى يتيقون الباب
تجيه سورة تلك بشارة له انديم دمو إشارة له. نعم.